أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاعلموا عباد الله أن أعظم نعمة أنعم الله بها على أمة من بني آدم نعمة الإسلام ونعمة الرسول، أجل نعمة ترتبت على نعمة الخلق. وكذلك من أجل النعمة التي أنعم الله بها على عباده نعمة الرسول. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له. فلولا الرسول صارت الأمة أعينها عميا وآذانهم صما وكانت في غمة. فلما أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق فتح أعينا عميا وفتح آذانا صما وكشف عن الأمة الغمة. فكان من آمن به واتبعه على الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي ليس طريق يوصل إلى الجنة إلا إياه، ألا وهو الصراط المستقيم الذي نقرأه كل يوم في الصلوات الخمس 17 مرة ونقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وهو الإسلام. أيها المسلمون، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وهو الفائز في الدنيا وفي الآخرة، وهو المزحزح عن النار، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من أخذ الإسلام حقا وصدقا فهو الفائز في الدارين. أيها المسلمون، فهذا الدين القويم الإسلام له كلمة تسمى كلمة التقوى، وكلمة الإسلام، وكلمة التوحيد، وهي مفتاح كلمة الإسلام، هي مفتاح دار السلام. كلمة الإسلام مفتاح دار السلام. فمن لم يحقق معناها ويعمل بمقتضى شروطها ولم يحقق مقتضاها فلا تنفعه هذه الكلمة المباركة العظيمة، ألا هي كلمة لا إله إلا الله. وقد قدمنا أيها المسلمون في بعض الخطب الماضية ما يتعلق بمعنى هذه الكلمة العظيمة وما يتعلق بشروطها، وشرعنا في ذكر
نواقضها. انتبهوا أيها المسلمون، وخذوا معنى هذه الكلمة المباركة وطبقوها عملا أيها المسلمون. لهذه الكلمة المباركة العظيمة نواقض، أشهرها والمتفق عليها 10 نواقض، منها الإشراك بالله. والشرك أيها المسلمون لها أنواع كثيرة ولها أقسام، لا بد من الاجتناب من كل نوع من أنواع الشرك. فمن أشرك شركا واحدا فكأنما أشرك جميعا، فلا فرق بينه وبين من أشرك وعمل كل نوع من أنواع الشرك. فلا بد من الاحتراز من كل نوع من أنواع الشرك. والثاني من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم بالشفاعة ويتوكل عليهم. من جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم بالشفاعة ويتوكل عليهم، وهذا كفر بإجماع المسلمين أيها المسلمون. فالحذر من دعوة غير الله ومن الاستغاثة بغير الله ومن طلب الشفاعة من غير الله. ومن نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم أو شك في كفرهم كفر. ومن لم يكفر المشركين والكفار أو شك فيهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، بأن يقول هذا صحيح وهذا صحيح، وهذا كفر بدليل من الكتاب والسنة وسلف الأمة. هذا أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد أيها المسلمون، فاعلموا أن هذه الدار دار فناء ونفاد، ودار الآخرة دار القرار. والناس في ذلك اليوم ينقسم إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير أيها المسلمون. من حقق التوحيد فهو من أهل دار السلام، ومن لم يحقق التوحيد مهما بلغت عمله ولو عمل أي عمل فإن عمله كان هباء منثورا، وهو من أهل دار البوار. أيها المسلمون، أمة الإسلام كنيرة كنبرتي أكو يرودو إرد الديبيورا وريادة تشيفنو ولتهمنو نمني صلاة الرابوة أرغب نمني صوال الرابوة أرغب جمعة بستنكنا نمني أرغب. نام قلبي نساء توحيد ربك وجيته. يا جماعة عن توحيدك نقول توحيدك نين قبل جلتو ميزانك كي كذا انت له ميزان. أولا أنما موحد، أنما توحيدك نقبل ونمن قبل ميزان أتغفر لا تجر. ومن ميزانه أولا البعد عن الشرك وخوف الشرك على نفسه. ميزانك عن توحيدك
إني تقول شركي واجب يقول فقال عن شركي كلامنا بريكي وبريكي متي يا كيرو وما مشركا نبرو ترتب فيه يا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواه الإمام البيهقي وغيره: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأعوذ بك أن أشرك بك وأنا لا أعلم. يا رب يا رب ست مدام فردان ودول بيك مشركين لبورا يا رب ست مدام ودول بين الله يا رب مشركين لبورا ست مدام فردان يا رسول الله. وهذا رسول الله يبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويقول للصحابة وفيهم الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرة ومن بايع تحت الشجرة وأصحاب بيعة الرضوان وأهل بدر والمهاجرون منهم والأنصار. يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، كما ثبت ذلك عن جابر بن عبد الله وغيره. والذي سنرات الصداق يا رسول الله فكان دينار سنرات الصداق إن جن رسول هم نري سنرات الصداق يا جنان ونري سنرات الصداق ونري صداق فيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم عثمان وعلي وسائر العشرة ومن بايع الشجرة. رسول الله بيقول أصحابه وجوده كثير يا أبو ونري سني صداق شركي لنا صداق كم سنين دين كذا شركي كيسا بوتني يا الله. يقول خليل الله إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا ربي نافي إيمانك يلي ورتها وتدبر أن تقود لا مجال واسع. يا رب نمتها وتدبر ونقول إنت يا رب لا يخاف فإنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يا جماعة ما الدعوة وايت والإجا وايت التلوتي ما يوجد أبي بكر رسول ربي وقاف أسد وايت وحجاتي وكسما أبي بكر في عمر في أصحابه ودوم بدان رسول ربي عليه الصلاة والسلام آماتك أنبوتو واي توحيدات في كفار إلى وقت يا الله نرجع أفغانستان في بتوع القرآن آماتك أن مشتي جنراتي واي جنراتي دبر بعد آماتك أن في صلاة دفع تكا إذا صلاة دفع لشركي واي توحيدات والقبة مرينا سومني إيجا لدي وقام سليتين واي شركي التوحيدات والقبة نعم دبي كانت حق ربي واجبا شركين والإسلام ما لا إله إلا الله ما مجلا بليس ولا لا إله إلا الله مجلا بليس واقعا فكو شركين مسبالي جني نظر رجتي قلبي كيسا سلايو جلاتي أنت مشرك أنت كيف جني وانا بدا تكاو جني كررا وبربادا جني وقلت شركي كافر ألمت صداد وانا ضرر جدتي وانا فجر جدتي وهذا كفر يا جماعة. يوم كررا كل انتهي سالك الابواب شركين نجس أنيت وأن أنيت ما نجس إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. نملك قلبي سالك كما إن نجس جت ربي أي دين نجس بيجرا
شركي وصوني سبايا وجنة سيدي رواني شركي رسول ربي كالصلاة رامضان فتورة بكل لاي حنبيون رامضان فتني آلي كيالي جرانا جانا باسي كان مثلا جنا من أباتي أحمد واني كهودنا مسكتي أرجعي نبوفتي أحمد تجر واسكي سنفا إذا أنت بيوتاني جد يا أبو سلام ومن بد إبادة بد أتربي ولد إذا دبين يوم بكي كنت لمن سلام وان مسجد الكل سبحان بل كانت تنفنيه بولا دعوة يرونه قلبك يسرع بعد هذا إذا كانت والمي قرت الإسلام ما نبدأ بل يسوي شركي وسباي سنجي من جعل بينه وبين الله وصالح يدعوه نما ربي بيسد نوت نما بدل نو في ربي بدو شيء فتجرني نم شيء قبل شيء نساء شيطانا أكورجو من جعل بينه وبين الله وصالحا ما نفرت الملك قرني نو في ربي بدو شيء فتجرني أبر الدراء وهذا كفر بالإجماع نملك نجيكم أعظم لا إله إلا الله جو إني مسلمان أعظم لا إله إلا الله جو صلى الله عليه وسلم من جعل بينه وبين الله وصائل نمك في ربه الجود لمن يدعوه ويطلب منه الشفاعة ويتوكل عليه أنا شيخ ثم بنتها أبتني شفعاء إنسان البرباد ويتوكل على الإنسان التي يقول كل في سانته وجرا وانتوني أكنامون والإسلام فاكسا نما باسو لا إله إلا الله جنما جلاهي نجي لا إله إلا الله نواقض لا إله إلا الله جتوني أولمت لا إله إلا الله جتوني جتو لا إله إلا الله فالكديجة أو نبرات مدين نما قلت يا جماعة يا دكتور يا دير يا نمو كنت يا ديكا صلاة بريدة صوم قابلة صدقة لك قابلة بقول كنت الملك مو صدقة أنت وصلاة أنت وصوم أنت وإن رسول الله بتكلم سبيل سورة والدائرة أبديها صوابي ربي سكنت سيرجعي نبي الله نور والدائرة بس نبي سكروالي لك ومن يرجع كان الرقمين ما له سورة حرم تقول أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله والرديد هم كفار jadi kafirah kufar direba di bulan bukan ketiba lam nafal la ilaha illallah aban ja salata somana wal islam ma na majaladi bulan mutar argaman isa kana rakomudan ya jamaah wani jannatan yesus as wani bidan yesus wa kana wannan la والرجل سني لا إله إلا الله يقول ويشهد بجانب الله بجانب إله لا إله إلا الله يوم الدين موجد مالي معنى واصل معنى لا إله إلا الله لا معبود بها إلا الله واجد قبروت درسنا مرمو أيام سعي مرمو لا لك جدو لا إله إلا الله يقولني مرمو مال وانسان تجرسنا مرمو وانسان قد أمن تعالى جبر جانب تجرسنا سبيل متباطل جدو أيام يوم تجرب باكر سبيل تجتمعون بكتنا للدبر أما يوم كنا كنا كيستي إسلام ما نمون يدون وبتكون أبو راكن كي إسلام ما نمون كنا بايدا إسلام ما أعتقد من بيتوني إسلام ما نمون تقول ده تقول ما نقدر نقول تقول إذا تبغى كذي فبوزوني بيتوني مريسلا إرجع مولا لما زوري صلاة لا إله إلا الله من كنيسة موسنا زوري صلاة لا إله إلا الله زبان إرجع لنا كذول لا إله إلا الله والفارس لا إله إلا الله ودارا يسمع نيمور ما تيجي نتكلم يوجدني
سلا وأخذ قال لك كذا وقاسم قال لك كذا لما ولدت تدير وانت يوم أنا لو بديرو إنك مسلمان لكن أنا ما أعرف فقايوجي أنا في مسلم وجه لا مسلمان في جالس لما أنا جالس أنا قسم ده كبدة وقسم ده كبدة لما أنا فقايوجي لكن أتي مسلمان في جالس لما بإسلامي مسلمي زمان كأننا إسلامي ما ولا نورا كان كده حجاب وفتي ليتنا حجاب وفتي ليتنا أبدا حجاب وفتى لا إله إلا الله يا نيسا إريد تقول إني مفعل لا إله إلا الله لا إله إلا الله يجوني أيام تدبره يدل محمد أتينا نبوته أتينا كلا لا إله إلا الله تبي لا إله إلا الله تبي جان ما نقول الإسلام لا إله إلا الله يوم غير أبين يبدا وان جنة بيت مسلم ونقول في جنة إتين بنت صلاة صوم زكاة حج صدقة وتكلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة الإسلام مفتاح دار السلام دي. لا إله إلا الله جت الإسلام مادي مفتاح دار السلام من سلام سلام من كلمة سلام سيدنا عبدنا ومن يبدو سلام يبدو زكاة كل ذكر لا إله إلا الله كلمة الإسلام مفتاح دار السلام إذن تسميت أجرت والسلام عليكم أتبعت تسيرون كجبتين كفر إذن قابل جبريل أما لا إله إلا الله جدو غريب مدى كيناني كإسام بي يومي كيجريب تنبو سنة لا بد من جمع هذين الأمرين إنك لا إله إلا الله بريت حتى لما فاتوا بوش إتأمنوا أما لا إله إلا الله منك إنسان منافق تقول زمن النبي ربي بينا للجالس ولكن ما آمن به اتنامن لا إله إلا الله أفان جالس إنك إنسان ثم بيكني ما صدقوا إنه مسيرين حسب ذلك من الدنيا كان إنسان فجد لا إله إلا الله آخرات سالكم آخرات سالكم الدنيا تمارين إنسان فجد إنما dia misalnya nanti berapa? Apa la ilaha illallah itu dirani? Kesu sampai melon di belakang juga. La ilaha illallah dia tu dia nanti dia sekolah raisa nanti dia lagi mau akhirat.